نحن نكفر بهذه الشخصية، نحن أمويون ناصبيون عثمانيون. افهموا، نحن شيء وهم شيء. تكفر بمن الشخصية؟ مين هو؟ علي بن أبي طالب. أنت تكفر بعلي بن أبي طالب؟ أكيد. يعني أصل الأمة. شلون؟ شو؟ هذا ما كانت عليه الأمة كما يقول كمال الحيدري، حتى جاء العباسيين وبدأوا في وضع البدع في تمجيد هذه الشخصية المتهالكة التي أهلكت الإسلام والمسلمين. مين الشخصية اللي أهلكت الإسلام والمسلمين؟ علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب عندك أهلك الإسلام والمسلمين؟ أكيد. يعني ما هو من الخلفاء؟ لحظة، يعني ما هو من الخلفاء الراشدين؟ أبدا والعياذ بالله. شو هذا الخلفاء؟ هو لا راشد ولا. العباس في صحيح مسلم يقول إن عليا آثما غادرا خائن. هذا عم النبي. طيب نحن نلتزم بما في كتب. لحظة لا أحد يقاطع. ما رأيك بمعاوية؟ معاوية جيد؟ معاوية إمامنا وابنه يزيد خليفتنا وإمامنا وقائدنا. يزيد قائدك وأنت تقول أن عليا عليه. طب علي بن أبي طالب هل تترضى عليه؟ أبدا. شنو يترضى عليه؟ شو علي بن أبي طالب شو عندك، مؤمن ولا إيش؟ بس لأن أنت حقيقة فاجأتنا. علي بن أبي طالب عندك إيش؟ علي بن أبي طالب عندنا هو من المنافقين الاثنى عشر الذين قال فيهم النبي في أصحابه 12 منافقا. نحن نعتقد أن علي من هؤلاء، بل ورئيسهم وقائدهم. لا موجود معي. لا موجود. أنا أسمع بس حقيقة. موجود. لا أسمعك. أنا أسمعك بس أريدك الآن شنو الوجه اللي أنت تضع أن عليا عليه السلام هو من كبار المنافقين والعياذ بالله، وتقول أن يزيد هو القائد؟ ما هو وجه المقارنة والوجه النتيجة التي وصلت إليها؟ بأي أسباب؟ أقول لك يزيد، سيدنا يزيد ابن معاوية أولا، لو نعد إنجازاته، هذا الرجل خدم الإسلام والمسلمين. تترضى عنه؟ نترضى عنه ونحبه، وأنا ألفت كتابا في تمجيده. طيب هل أنت تترضى عن علي بن أبي طالب أم يعني تقول كلمة أخرى عنه؟ لا أترضى عنه. مذهبنا لا نحبه ولا نسبه. نعم. طيب أنت لست مع علي عليه السلام؟ أبدا. لو كنت في ذاك الزمان أقاتله. تقاتل عليا؟ أحسنتم، جيد. نعم. وهل عندك استعداد أن تمسك السيف أمام علي وتقتل علي بن أبي طالب عليه السلام؟ وعلي بن أبي طالب ما كان هو. علي بن أبي طالب كان يلزم خيمته في صفين، ولكن إن كان أمامي طبعا ولما. طيب من هم اشياء اكو نقطه فاتتكم حجينا. وقف لحظه قبل الان سووا ميوت سيد ميثم وابو والشيخ اسد. اريد انا اخاطب الاخوه السنه. يا اهل السنه، انتم تسمعون الى هذه الاصوات. هذا الكلام الذي يقولونه موجود في بطون الكتب. يعني هو بايع الآن، الواقع أنه بايع معاوية وبايع يزيد وقال هؤلاء قدوتي وقادتي. هو قال وبرئ إلى الله تبارك وتعالى من علي عليه السلام. أنا أسأل سؤال. هذا الرجل مبتدع يا سنة، بس اسمعوني. هذا الرجل اسمه ياسر السفياني. هل هو مبتدع أم عنده دليل؟ الجواب عنده دليل، لأن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب هو نفس الشيء، بايع معاوية وبايع يزيد وترك علي بن أبي طالب. فعبد الله بن عمر إمامه كإمام هذا،
وخليفته كخليفة هذا، فعنده أسوة وعنده دليل، وهذا الدليل في البخاري. فالذي يشكل على ياسر السفياني اللي سمعتم صوته الآن، أتحدى هؤلاء الذين يقولون هذا لا يمثلنا، اللي يقولون نحن سلفية والسنة، أتحداه أن يبرأ إلى الله من عبد الله بن عمر الذي يقول بقول هذا، ولكن لا يصرحون كما قال أنه كبير المنافقين، لكنه لم يبايع عليا وبايع يزيد ابن معاوية كما صرح بذلك ابن حجر. فالآن أنا أفتح الباب للأخوان. عندي سؤال واحد بس، على أعصابي أتكلم مع هذا الرجل، يعني أكاد أخرج من طوري. هو يسمعني الآن. قلت إن الدليل على وصفك للإمام علي بن أبي طالب صلوات الله عليه إنه قول العباس ابن عبد المطلب فيه: اقض بيني وبين هذا الكاذب الغادر الخائن، صح؟ أجب يا ياسر. ياسر نعم جيد. إذن إخواني، عمر وأبا بكر منافقان، لأن عمر احترف قال: فعهدتماني، الاثنين ليس العباس بل العباس وعلي، قال: فعهدتماني كاذبا خائنا غادرا آثما. وقبله قال عن أبا بكر حينما قال: لا نورك، فعهدتماه كاذبا خائنا غادرا آثما. إذن ألزمك الآن أمام الناس إن أبا بكر وعمر كاذبان خائنان غادران، وفي لفظ ابن حبان فاجران. إذن أئمتك منافقين من كتبك. هذا شوف، هذا صحيح البخاري كتاب سني، الطابعة سني، والكاتبة سني، والمسوى ساندة سني، والشارحين السنة مو شيعة. فقولك هذا حجة عليك. احنا شيعة ما تلزمنا من كتاب البخاري بأنه العباس قال لي علي كذا وكذا. كتبك ليست حجة علينا، لكن كتبك حجة عليك. أنت عندك الصحابي علي بن أبي طالب والعياذ بالله منافق، وعندك يا سيد ميثم الموسوي، لحظة، لا أنت ليش تجبر هذا الأخ وتتكلم ضد هذا الأخ، وما تروح إلى عموم السنة الذي يقولون أن البخاري ومسلم صحيح؟ ما هو الرجل يقول لك أنه عندنا أن عليا كاذبا آثما غادرا. لماذا؟ لأنه مسك هذا الكتاب ووجد أن هذا الكلام صحيح موجود في هذه الكتب. هو الآن أنت تلوم ياسر هذا، تلومه وهو ينقل لك من البخاري. طب أنت سيد ميثم الموسوي وأهل السنة والسنة الجماعة والأزهر، لماذا تشكلون على ياسر هذا ولا تشكلون على البخاري؟ لأنه نقل من هذه الكتب. يعني الرجل ما اخترع الكلام. هنا في البخاري يقول لك إنه إمام العباس في إمام البخاري كتاب البخاري قال أن عليا كاذبا آثما غادرا، فهو مجرد نقل. لماذا أنتم تتضايقون منهم؟ لا مو حجي، لحظة مو احنا نعرف بس الآن لو تسمع لي سيد أكمل هاي النقطة أرجوك. يا ياسر أكمل هذه العقيدة. أريد مداخلة سأجعل الدين. أنا أعرف. لحظة إخواني صبروا. أنا أريد لحظة يا ياسر اسكت لحظة. إخواني لحظة. سيدنا الله يرحم والديك، بس اصبر علي سيدنا. أنا عندي 2 من الأخوات أم الأسود ذكرت، وعندي أخت مغربية، فالسيد ميثم رد بالكلام العلمي، لكن الأخوات أريد منهن أن يردن على هذا ياسر، لكن سأعطي المجال. بس أنا أريد أبين الجنبة العلمية للسيد. تفضل سيد كمل. بس الجنبة العلمية يا سيد، هو يقول لك أنا ضد أبو أديب وضد أبو عائشة وضد معروف، يقول لك أنا عندي دليل، ودليل البخاري ومسلم.
هذا السؤال حجي وعلك، هذا السؤال الآن من البخاري ومسلم ثبت نفاق أبي بكر وعمر وحتى عثمان أثبت نفاقه من البخاري. أما علي بن أبي طالب، أما علي بن أبي طالب فعلي بن أبي طالب عندك في النصوص الصحيحة هو قاتل عمرو بن ود العامري الذي جبن أبو بكر وعمر، أبي بكر وعمر أن يخرجا إليه. علي بن أبي طالب هو قاتل مرحب شطره نصفين الذي هرب منه عمر بن الخطاب وأبا بكر، عمر يجبن أصحابه ويجبنونه. علي بن أبي طالب هو الذي أرسله النبي صلى الله عليه وآله خلف أبي بكر وقال لا يبلغ، وأعاد أبو بكر وقال لا يبلغ عني إلا أنا أو رجل مني. علي بن أبي طالب هو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن عاد أبا بكر منهزم وعمر منهزم، قال كرار ليس بفرار، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأشهد أنك أبغضت من أحبه الله، فعليك لعنة الله والملائكة. سيدنا لحظة سيدنا لحظة عبد الرحمن، اعطيني مجال حجي وعد لو سمحت، اعطيني مجال. لحظة لا يدخل، لا خلينا نتكلم شوي. لحظة أبو أديب يا أخوان لا تكتموهم الله يبارك فيكم. يا حاج وعد نحن ما قلنا. اصبر أبو أديب، أصبر. أوقف شيخنا، الدور إلك شيخنا، بس لحظة شيخنا أبو أديب، أنا سأعطيكم الدور، والله سأعطيك الدور يا أخي. أنتم راعوا أنني يدير الحلقة بصعوبة، أرجوكم. سأعطيك الدور أبو أديب ودور الأخ حسام، وترداني على الأستاذ ياسر هذا اللي يقول أنا أفتخر أنه ناصبي، يفتخر وهو يرد عليكم، وإحنا نريد بيناتكم يصير الأمر حتى نخرج بنتيجة. إحنا أنتم ضيعتونا الآن. هو يقول دليل البخاري وأنت تقول دليل البخاري، وبالبخاري ما قاله صح. يقول العباس أن عليا كاذبا. لحظة يا ياسر، ما تقول إيش بيك ياسر، اعطينا مجال ياسر. اي منطيك المجال، بس خلي ارتب لك الامر، خلي ارتب لك. انت ياسر بيك لحظه، انا ارتب لك الامر. رد على هذا ابو اديب الحيه اللي يتلون كل ساعه بلون، رد عليه. الملجم ما حكمه عندك يا حجينا، اعطيني مجال شوي يا رحمه الله. بس لحظه حبيبنا، بس خلي يتكلم الشيخ. شيخنا تفضل، لان اريد، لان شيخنا هنالك نقطه مهمه. هذا ابو اديب وحسام وابو عائشه ومعروف يقول نحن السنه. انا عليك يا سفياني، هذا الكلام اللي قلته انت من اين مصادره؟ من اين جئت به؟ اي حلو، سؤال حلو. من واقع كتبنا. اذكر لي مصادر، من اين، من اي كتاب جبت؟ من مسلم. ايوه صحيح مسلم. شنو ايوه بعد؟ كتاب صحيح سيدنا شيخنا. لا انا اريد فد شيء. انت اعطيني المصادر اللي اعتمدت عليها في هذا الاعتقاد. ما هي مصادرك؟ يقول لك صحيح مسلم. شيخنا يقول لك صحيح مسلم. صحيح مسلم حجي، ليش صحيح مسلم؟ بعد اكو غيره لو ماكو؟ خلينا نشوف اكو مصدر اخر لو ماكو. اكو شنو ماكو؟ اعطيني يلا. الألباني يصحح والذهبي كذلك يصحح أن المغيرة بن شعبة سب علي بن أبي طالب. يعني أنت تتأسى بالصحابي المغيرة الذي سب عليا. إيه شيخنا أنت شنو مشكلتك؟ شيخ مشكلتي أنا ما أريد شيء. أنا أنت عندك مشكلة. لحظة شيخنا، أنت عندك مشكلة ويا العلم. لا اسمعني يقول لك انا عندي صحابتي يسبون علي وانا الصحابه سبحان. ادري صحابتك، خليك على. انا بس اريد اشوف هذا الاخ من اين جاء بهذا الاعتقاد. انا اريد الناس تعرف مصادر هذا الاعتقاد. الان انت تقول ان عقيدتك هذه اخذتها من مسلم ومن تصحيح الألباني ومن تصحيح الذهبي، وأخذتها من سيرة الصحابي المغيرة بن شعبة. اي اخذها من سيرة الصحابي. طيب من هم الرموز؟ رموزك منو انت؟ يعني اول شخصية في العالم الإسلامي تحترمها وتحبها منو؟
عفوا صوتك ما سمعت السؤال، شنو قال سيد وعد؟ من هم رموزك؟ انت من هم رموزك؟ اول اهم شخصيه عندك بعد النبي منه؟ افضل شخصيه بعد النبي منه؟ افضل شخصيه بعد النبي؟ ايوه صلى الله عليه وسلم ابو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، بعد معاويه. وبني اميه؟ اعد. بنو اميه كلهم رموزك؟ لا مو كل بني اميه، مثلا بني عبد الملك بن مروان وجماعته هؤلاء نحن ضدهم، لكن احنا علينا آل بيت ابي سفيان. الحسين احنا الحسين شنو موقفه؟ والله ما جاي اسمع، جايين تسمعون صوت ما هو موقف الحسين؟ ما هو موقفك من الحسين؟ موقفنا من الحسين نعم خارجي كذاب. شل الله لسانك، لا تتجاوز واحترم نفسك وتتكلم وقف شيخنا وقف. اريد ام الاسود لحظه اريد ام الاسود ترد على